دموع وسيبه قطن والتراب كافور ونج الريح أكفان وفي قلب من والاه قبره قريب قريب يا مضمون كربلاء يا أبو علي. السلام على الحسين الوديع وعلى جدي وأبيه وأمي وأخيه والتسعة المعصومين من ذريتي وبني. السلام على الحسين الوديع السلام على الحسين الوديع السلام على الحسين الغريب السلام على الحسين الغريب غريب يا مظلوم كربلاء كربلاء يا أبو علي. ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنة سجادي قلبوا من فوق مسجله فبكت له أملاك سبعا سنادي ويصيح يا بالله أين عسيرتي وسراب قومي أين أهل ودادي منهم خلقت في الديار وبعدهم نهض الغراب بفرقة وبعادي. هذا يوم واقعة الطرف يوم أجاءوا بعدما هجموا على مخيمات أبي عبد الله الحسين وسلبوا ما سلبوا وحرقوا ما حرقوا ودمروا ما دمروا وضربوا ما ضربوا وجاءوا إلى علي بن الحسين سلام الله عليه يريدون قتله قلبوه وحاولوا أن يقتلونه فتعلقت به العقيلة زينب فخر المخدرات زينب سلام الله عليه قالت لهم ما لكم ماذا تريدون بعدما كنتم ما فعلتموه بعد سلبنا وضربنا وحرق خيامنا وهذا عليل مريض تريدون أن فقالت إذا كنتم تريدون أن تقتلونه فاقتلوني دونه اي والله. فتعلقت به زينب سلام الله عليه فقال لهم ذاك الله إن تركوا هذا عليل المريض لا يستطيع أن يفعل شيئا حتى أنهما غادروا تلك البقعة التي في هذه المخيم بعد أن حاولوا قتل زين العابدين وسيد الساجدين ولكن زينب ماذا تفعل في ذلك الوقت بين النساء والأطفال عندها عليل عندها ذبيح ملقا على بوغاء كربلاء مقطع الأعضاء ماذا تفعل؟ ذهبت إليهم قالت لهم يا ابننا أما فيكم رجل مسلم؟ اي والله. أما فيكم رجل يخاف الله؟ على كل ما فعلتموه أما فيكم رجل يواري هذا الجسمان الطاهر؟ قال لا عمر بن نعم ماذا تريدين يا ذنب
قالت أما فيكم رجل يواري هذا الجسمان الطاهر؟ التفت العين إلى سمر لعنه الله، قال ما تسمعون ماذا تقول زينب سلام الله عليها؟ قال هل تريد أن نغسل الحسين؟ قال لا، بل يركب عشرة من الخيالة من أولاد الزنا وردوا صدر الحسين. أيوة حسينا سيدا، نقلوها واحموها في الميدان حتى إذا أخذت ما أخذت من مجراها وردوا بها صدر الحسين مصيبة سلام الله عليه. ففعلوا أحموها في الميدان صاعدة نازلة فوق صدر الحسين حتى نثرت أعظامه ونثرتها في تلك البقعة مصيبة ويتنادي وحسينا وإماما وسيدنا، ولكنهم لم يخافوا الله ولم يتقوا الله سبحانه وتعالى. قال دار سلام من عرف وخير زينب ارجع إلى كلمتك واصبري أن الصبر الجميل، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يأخذ الحق ممن ظلمنا. فلا رجعت إلى خيمتها باكية ساكية وأنت توجه بعد. ماذا تستطيع أن تفعل؟ مرة إلى الأطفال، مرة إلى الحريم، مرة إلى زين العابدين، حتى أنها استأذنت من زين العابدين. قالت له يا ابن أخي أنا أريد أن أشكو حالي مرة أخرى. قال لا عما الأمر راجع إليك، لماذا تريدين؟ أنت عالمة غير معلمة، فاهمة غير مفاهمة، افعلي ما تريدين. قالت أريد أن أشكي حالي إلى أخي الحسين بما جرى علي وعليه. طبعا بعد الرخصة توجهت، بعضهم يقول إلى التل العلقمي، بعضهم يقول إلى التل الزينبي، واضعة بعشر أناملها على رأسها، طالبة الرخصة من زين العابدين. خلكم معي ساعدوا زينب على بكائها. أيوة توجهت إلى وين؟ اتجاه الميدان نحو أخيها الحسين صارخة قابضة بعشر أناملها على رأسها، صارخة على صوتها زينب تصرخ بالصوت يا حوين يا حسين خدر نعتك وانت غياد المستغيث عدل قبل لا تكون النساوي لما انت معاقل تقلب فوق لوعة قال يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكسرين من البواج تذوبيني ولدت كان لا ونيني ولا تكسري عزمي يجيني بالاخمار لا تكسري عزمي وانا جثة بلا راس
وقبالت والكتب بالخيل الناس روح الشريعة بالكتب شوفين عباس يقدر على نهضة وسلسبة البتار. الله اكبر. توجهت الى وين؟ نحو المسجد. قال بدخلك يا اللي نايم بالشريعه. قال يا زينب لا تجيني ترى جفوفي قطيعة. يدير خيمت يا زينب يا الوديعة يدير خيمت يا زينب لا تضلي. أبا الفاضل أنا مو بهذا، أنا مو بذمتك جديد. أبي علي ما ودعني عندك كفيل، أنت كفيلي. مو أنا من المدينة بذمتك جيت الحسين عفت الوطن والبيت. واشوف جيت الكربلاء ومني تبريت لا تتهم مني وبليتوني بهالعيال. نعم يا والي يا ابو النفس الابيه قال يا زينب ضيعتك غصبا علي يدي كانت لزينب لا تضيعي. هذه زينب وما جرى عليها في واقعة الطف وما كان يحتوي عليها، لكن يعني تقول في بعض أبيات أخرى إليها عندما كانت آخر المطاف إليها كان في بيت قتل يزيد، يعني حتى لا نقول عليكم المقام باختصار. وصلت وأقاموا في مجلس أو في قصر يزيد لعنه الله ذلك اليوم. وإذا كانت تتجول إلا هي زوجة يزيد فالتفتت وإذا لاحظت سحابة قد جاءت من السماء اتجاه القصر ونزلت عند القصر وهي تراهما، فخرجت منها أنوار متواصلة يقدمها نور محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فجاءت نحو القصر وإذا رأت ذاك النور اخترق ذلك الجدار وانكب على ذلك الراس الشريف الذي موجود في الطريق. يا الله. وهو يبكي ويقول قتلوك ولم يعرفوا من جدك وأبوك، قتلوا ابني حسين ولم يخافوا الله ورسوله. عندما رأت صرخت صرخة شديدة هدت ذلك القصر من بكايا، فسمع صراخها يزيد فجاء مسرعا فقال لها ما بالك وما داعتك إليك وما الذي جرى؟ قالت انظر هذا رسول الله صلى الله عليه وآله قد انكب على رأسه والذي الحسين وهو يبكي عليه، فاستند إلى الجدار وهو يبكي لاطما على رأسه يقول مالي وقتل الحسين. يا الله. الحين تندم عقبما فعلت فعلتك التي لا ترضي الله ولا رسوله. فعند ذلك الحين أمر
بإحضار زين العابدين وسيد الساجدين إلى القصر مع زينب، فأحضرهم فقال يا ابن الحسين يعني طلبت مني أن أعطيك منحة أو إن هناك أمرت بإحضارك لأخبرك بما وعدتك به، وعدتك بتقضي لك 3 حاجات، فأنت أطلب ما أنت قادر. قال أولا أن تريني وجه سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، والثاني أن ترد علينا ما أخذته منا، والثالثة إذا كنت عزمت على قتلي فأن ترد هذه النسوة إلى حرم جدهن، من يردهم إلى مدينة جدهم. فقال أما رشابيك فلم ترى، وأما ما أخذنا منك فقد تلف، ومنهم معظم يقول لا، إنه في نهاية المطاف أرجع عليهم بعض المحتفظات به، وأما قتلك وقد عفونا عنه ولا يردون إلى المدينة أحد غيره. على كل فأمرت السيدة زينب سلام الله عليها حتى ما يطول علينا المقام بأن ينسب العزاء في ماتم، يعني الماتم في قصر يزيد، فوافق لهم وقام العزاء 7 أيام قضوها. ولما انقضت العزاء قالت زينب خلاص يا ابن أخي نريد أن نذهب إلى مدينة جدنا، فقال ليزيد بس خلاص أنا الآن نريد أن نرجع، فزودهم حتى مثل ما قلت لك لا يطول علينا المقام باختصار. فحضر لهم القوافل وأحضر لهم ما يحتاجون إليه من الماكل ومشرب، وأعطاهم تلك الحماية، وأرسل معهم النعمان بن بشير في طريقهم ومن يحرسهم حتى يوصلهم إلى طريق. على كل واصلوا طريقهم إلى تلك البقعة، كانوا متوجهين إلى وين؟ في طريقهم إلى مدينة جدهم، فأخذوا يجدون المسير ليلا ونهارا حتى وصلوا على مفترق طريق تؤدي إلى المدينة وطريق تؤدي إلى كربلاء. فالتفت النعمان إلى زين العابدين قال يا ابن الحسين نحن على مفترق طريقين، طريق تؤدي إلى مدينة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وطريق تؤدي إلى كربلاء، فأي الطريق أنت تريدها يا ابن الحسين؟ قال هذا الشيء راجع إلى عمتي زينب سلام الله عليها. فذهب مسرعا زين العابدين وأخبر عمته بما جرى، فقال إن هذا النعمان يخيرنا عما ولنا الخيار، نحن على مفترق طريقين، طريق تؤدي إلى مدينة الرسول وطريق تؤدي إلى كربلاء. لما سمعت يعني زينب بكربلاء اسم كربلاء وجع قلبها وعرق قلبها، قالت ولنا الخيار يا ابن أخي؟ قال نعم عما لنا الخيار. قالت أجل اسمع يا ابن أخي، إذا كان لنا الخيار دعونا نسمع ماذا تقول زينب، خلكم معه. قولوا لحادنا يمر بينا عيا الرغم درعتين ننصب له عزية للحادنا مر بينا على حسين الرغم درعتين ونشوف من ذبح وين والله لا قبر اخويا بدمعة العين، يا ريت عند القبر تحضرنا المنية طاح العلين ومدمعة بالخد مدروب، اعمل معانا اليوم يا نعمة المعروف الرجل عماتي خواتي على عرب نتفى
قد بعثينك أمر يا ابن السفية وعرض على قبر الشيخ وصار للنيام والعابد السجاد من فوق الجمل طاح زينب تنادي يا حسين انقضى يا ريت عند القبر تحضرني المنية ورجعوا على تلك القبور رايحين وين متجهين الى ارض كربلاء الى تقوى عينهم تنظر على ذيك البقعة الطاهرة دائما وابدا مفتحين ومنظرين ولما وعد قريبا الى لامحت لهم وين ضواحي كربلاء التفتت زينب الى وين؟ تقول قبر الشهيد ابن أمي بانت لنا أنوارا قبر الشهيد ابن أمي بانت لنا أنوارا قبر العسى يا الوالي ما تنقطع زوارا يا الله يا الله اللهم ارزقنا زيارة دائما وابدا نحن معكم وما ذاهبين متوجهين الان مطلوا الى تلك القبور وانا خلف تلك الجمال كل من نزل من على دار تلك الناقة ذاهبة إلى تلك القبور أما زينب سلام الله عليها ظلت تلتفت يمينا وشمالا قل يا نازلين نبي كربلاء هل عندكم خبر الدار مقامها بالله وريتموها بالثرى وهل استقرت في اللحوم رمامها أجابتها كربلاء قال لا غسلوا ولا نفوق في كفنين يوم الطفول ولا مدوا عليه رجال هارت تجول عليه الخيل صادية هاكت له الريح طافي مزدر ورداء يا الله اللهم بالحسين وجدي وابي يا الله وامي واخي والتسعة المعصومين النجباء بني يا الله أن تحفظنا وترعانا وترحمنا وترحم أمواتنا يا الله وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبالخصوص الحاج جمعة إلى رقي وضريحه وضريح جديه وأبيه وكل من حوله من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم من حسين غريب كربلاء بحق زين العابدين مريض كربلاء شافي مرضانا يا الله فك أسرانا يا الله اصبح جائعنا يا الله رد غائبنا يا الله ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في مشارق الأرض أو مغاربها يا كريم يا رحيم يا الله اللهم اجعل في قبرهم الضياء والنور
يا الله. والفسحة والسرور يا الله. والكرامة والقبور. انقلهم اللهم برحمتك من ضيق القبور واللحود إلى سعة الدور والقصور برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن علينا وعلى الحاضرين والمجتمعين وأصحاب هذا المجلس بالصحة والعافية يا كريم، ونحتسبهم عندك يا أرحم الراحمين. واخلف على آلهم في الغابرين وارحمنا وارحمهم واسكنهم جنتك النعيم يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على